السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. معلش يا حبايبي، أنا بتأخر عليكم وتأخرت عليكم فعلا كتير. بس كل يعني واحدة فينا بتبقى ليها ظروفها. أنا برضو كان عندي برضو ظروف كده، وكنت مش قادرة إن أنا أصور يعني في الفترة اللي فاتت كلها. فادعوا لي بقى ان انا اكون معاكم واستمر معاكم ان شاء الله. النهاردة معانا فيديو جميل جدا، فيديو حلو خالص. الفيديو دوت عن آه، مشاغل الحياة، مشاغل اليوم. انتي وانا وكلنا بنبقى عندنا ضغوط في اليوم النهاردة انا ببقى عايزة اعمل فيه كذا حاجة وحاجة، لكن ساعات بنحس ان اليوم مفهوش بركة، ساعات بنحس ان اليوم قليل قوي. بنبقى شايفين ان انا عندي حاجات كتير قوي وعايزة اعملها وممكن ما نجس منها اي حاجة. فانا النهاردة جايبه لكم السر بأمر الله، السر ان شاء الله اللي هيخلي يومك كلها بركة، حياتك كلها بركة. بركة يعني اليوم هتحس ان اليوم معاكي، هتشوفي كده ان اليوم معاكي بدأ من هو يوم بقى يومين بقى 3 ايام معاكي. هتقولي ايه ده، انت بتتكلمي كلام بجد؟ ايوه انا بقول لك كلام بجد. اليوم هيبقى فيه بركة كتير معانا. وهقولك على نقطة تانية او سر تاني برضو هيبارك معاكي برضو في اليوم. آه، ايه هو الاسرار اللي انت عايزة تقوليها لنا يا كنوز؟ قولنا كده ايه السر اللي عندك. هقول لكم يا حبايبي. دلوقتي كلنا، ويعني الايام دي بالذات في مننا كتير قوي بدأوا دروس، أولادهم وبناتهم وبقت الدروس معاهم، وعايزة أرجع أذاكر لابني، أذاكر لبنتي، أودي بنتي الحضانة، أودي ابني الحضانة. عايزة أرجع على السوق أجيب طلبات، عايزة أدخل على المطبخ، عايزة أعمل أكل. طب عايزة ألحق قبل زوجي ما يجي مثلا، عايزة أنظف البيت، عايزة أروق، عايزة. واليوم بيبقى طويل معايا، ولكن أنا مش شايفة فيه بركة. البركة في ايه؟ انا قلتها يمكن في الفيديو اللي فات اول حاجة، وفي كذا فيديو انا قلتها. قبل ما تنامي التسابيح زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بيها، دي اهم حاجة ليا وليكم. التسابيح سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. لو احنا قلناهم وواظبنا بيهم عليهم العمر كله، واظبنا عليهم العمر كله، هتقوم الصبح نشيطة، هتقوم الصبح في عندك بركة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أمرنا بكده، وأمر السيدة فاطمة بكده. دي نقطة. طيب ايه هو أول سر هيخلي يومنا كله بركة؟ ايه هو؟ سورة البقرة. يا ريت لو انتي او انا او اي حد فينا يقدر يبدأ. انا عن نفسي بحب ابدأ يومي بسورة البقرة كتير قوي، واللي حواليا المقربين ليا عارفين النقطة دي، ان انا بحب ابدأ يومي بسورة البقرة. اليوم اللي ببدأ فيه بسورة البقرة انا بلاقي فعلا زي ما رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد قال لنا ان اخذها بركة. بركة في صحتك، بركة في اليوم، بركة في ولادك، بركة في بيتك، بركة في كل حاجة. بتحسي ان الشقة نفسها فيها بركة، بتحسي اليوم في بركة، الوقت بتاعك فيه بركة. سورة البقرة مليانة من أسرار. سورة البقرة مش بركة وبس، هي مليانة خير، مليانة أسرار. كل دعوة بتدعيها بأمر الله بعد ما بتقرأي سورة البقرة، كل دعوة بتدعيها بإذن الله مستجابة الدعاء. انت هتبقي مستجابة الدعاء. ادعي أي دعوة بعد سورة البقرة، ربنا إن شاء الله بإذن الله هيستجاب دعاكي. وعن تجارب كتير، عن تجارب كتير، كل من بدأ يومه بسورة البقرة ولقى بركة في اليوم وبتدعي بأي دعوة. شوفي بقى انت نفسك في ايه. يا رب بارك لي في يومي،
يا رب بارك لي في وقتي، يا رب اديني الصحة وقدرني وقويني، يا رب وفق لي أولادي، يا رب سهل لهم طريقهم، يا رب اشفي فلانة، اشفي فلان، يا رب بتمنى يا رب وبدعي يا رب وبقول اصلح حالنا يا رب واكرمنا يا رب وكل اللي نفسك فيه اتكلمي مع ربنا، اتكلمي كتير، ادعي كتير مع ربنا. انت مع ربك، مع رب العباد. دي اول نقطة، او دي تاني سر في سورة البقرة اللي هو فيه يومنا، اللي احنا ايه اللي هيخلي يومنا كله بركة. سورة البقرة، سورة البقرة. بس قبليها واحنا رايحين ننام هنقول التسابيح. طيب ايه تالت نقطة معانا؟ عشان انا في اول فيديو كنت بقول نقطتين بس، لان انا كنت قايلة التسابيح في الفيديو اللي فات، ما كنتش هقولها المرة دي لكن انا قلتها. طيب ايه هي تاني حاجة او تالت سر معانا؟ هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على قد ما تقدري انت بتشتغلي في المطبخ اذكري الرسول كتير قوي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي بركة معاكي. انت واقفة بتعملي اكل اذكري الرسول، اكلك مش هيتحرق، اكلك هيبقى جميل جدا، اكلك هيبقى طعم، اكلك هيبقى فيه بركة. وانت بتنظفي البيت هتخلصي بسرعة، هتلاقي نفسك عندك صحة وعندك طاقة عجيبة. انت قارئة سورة البقرة. طب لو واحدة بتقولي طيب لو انا مش قادرة اقرأ سورة البقرة مثلا يعني الصبح اول ما ببدأ من النوم، يعني اصحى مش هقدر اقرأها لان بيبقى في عندي مشغوليات تانية او في عندي اهتمامات تانية اهم، يعني حاجات ايه مهمة، فممكن اجل سورة البقرة. تقدري تأجليها، تقدري تقرأيها في اي وقت في اليوم، يعني اي وقت تقدري تقرأيها، بعد صلاة العصر، ممكن بعد صلاة العشاء، بعد الفجر، في اي وقت. انا بقولك يعني انت لما بتبدأي بيها يومك هي افضل. لكن لو انت بتصحي من النوم عايزه البس الولد عشان اوديه الحضانه، او عايزه البس البنت عشان انزلها الحضانه، او مثلا عايزه رايحه مشوار وهتاخر، يا دوبك هصلي الفرض ربنا وهنزل على طول، فطبعا لو كده عادي اقرأيها وانت في الطريق، اقرأيها وانت جاية، اقرأيها. بصي المهم ما تعديش يومك بفضل الله، بفضل الله عليكي، ده فضل ربنا فضله عليكي بجد، انك تقرأي سورة البقرة. بإذن الله لو قرأتيها هتلاقي بركة في يومك، سواء الصبح او اخر النهار او بالليل، في اي وقت. هو ملهاش ميعاد، بس انا بقولك الافضل ليها ان انت بتبدأي بيها يومك. لكن لو قرأتيها في اي وقت من اليوم تمام، ربنا هيكرمك وهيرزقك بالبركة. بس أهم حاجة حطي النية وانت بتقرأيها، يا رب أنا نيتي يا رب في سورة البقرة تقرب منك أنت، يا رب قربني منك، يا رب حبني يا رب، يا رب خليني يبقى ليا ورد كل يوم من سورة البقرة، ورد كل يوم من القرآن الكريم. القرآن كله بركة. بس ايه بعد ما تخلصيها ادعي ربنا باللي انت عايزاه، هتلاقي عندك نشاط وطاقة وحيوية طول اليوم، هتلاقي نفسك اليوم عندك مليان بركة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبسورة البقرة اللي انتي بتقرأيها طول اليوم، عمالة بقى بتذكري الرسول وبتصلي على النبي محمد وبتقرأي وقرأت سورة البقرة، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله، هتلاقي بقى الخير والبركة بتعم عليك وعلى أهل بيتك كله. ده انت لو قعدت أسبوع على ده الحال هتعشقيها، هتدمنيها وتقولي مش ممكن، مستحيل بعد اليوم انا هسيب سورة البقرة وهسيب ابدا الدعاء الصلاة على الرسول عمري، والدعاء بعد سورة البقرة. وبرضه لو صليتي على الرسول كتير ادعي بعديها باللي انت عايزاه، خدي بقى من خيرات الدنيا والآخرة بإذن الله. فيا حبايبي كده الفيديو معايا خلص، وإن شاء الله استنوني الفيديو جاي بإذن الله، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل